يوم جديد من أيامنا في شارع النهار. أهلا بكم، كل عام وكل الأمة الإسلامية بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. كل سنة وانتم طيبين في كل مكان في العالم كله. النهارده منورني في شارع النهار الناقد الرياضي الكبير الأستاذ أبو المعاطي زكي، رئيس تحرير جريدة نجم الجماهير. نورني. بنورك يا استاذ. أخبارك إيه؟ سعيد ان انا معاك، وسعيد ان شفت كابتن كريم وكابتن شيتوس واخويا اسلام صادق. نورنا في النهار واللقاء النهارده لما نزل على الفيس واتعرف ان انت النهارده معايا، الناس كتير توقعت ان شاء الله انه يبقى لقاء موفق ولقاء ساخن. نظرا لان طبيعه البرنامج عندنا شويه احنا بنتكلم في الممنوع زي ما بيقولوا، اللي بتجيبه بتفرمه يعني. لا العفو العفو، لا ابدا، اصل القصه كلها احنا بنتكلم وانا عارف ان انت صريح واللي في قلبك على لسانك زي ما بيقولوا. طيب نبدا منين؟ نبدا مثلا نبدا ان احنا نقول زي ما انت قلت هنيت الامه الاسلاميه بالمولد النبوي الشريف، وبنقول لكل المصريين بكره وبعده عنوان لمصر 30 يونيو. كل الناس لازم تنزل، كل الناس لازم تصوت، وكل الناس لازم تقول ان دي مصر الجديده اللي احنا عاوزينها. كلنا لازم نقول نعم للدستور. تمام. اوكي، ادي اعلان على الهوا يا جماعه، يلا. عموما وطبعا بنحترم اي راي، يعني الناس كلها تعبر براحتها. احنا المهم ننزل، احنا في بلد ديمقراطيه زي ما بالظبط. المهم ننزل بالظبط. في البدايه نبدا مع قصه النادي الاهلي وخروجه عن سرب الانديه، وانه يغرد خارج السرب او يغرد خارج السرب، لو هتكلم باللغه العربيه مظبوطه يعني. وبيتكلم لوحده وراجل بيسوق لوحده مع نفسه. انت شايف الموضوع ازاي؟ انا شايف ان كان في ندوه عملها المجلس الاعلى للشباب والرياضه ورئيسه انذاك المهندس حسن صقر من 4 أو 5 سنين. كلنا حضرناها، وجابوا روابط الانديه في انجلترا وفي ايطاليا، وعدد من الخبراء في التسويق التلفزيوني، وكانت في احد الفنادق الكبرى المطله على النيل. كله قال حاجه واحده بس، ان اللعبه لعبه جماعيه، وان الاداء الاداري والتلفزيوني يجب ان يكون جماعي، لان كره القدم لا يجوز ان يلعبها طرف واحد وحده، واي نادي يستفيد من اصغر الانديه. وضربوا مثال ببعض النجوم العالميين ان هم طلعوا من انديه صغيره، ويجب ان يخصص نسبه لهذه الأندية الصغيرة ونسبة للأنشطة الاجتماعية، حتى المجتمع يتقبل نجوم الرياضة بملايينهم وملياراتهم في اللي بيكسبوها من كرة القدم. لكن فالكرة بالتالي لعبة جماعية، يجب أن يكون التسويق جماعي وأن يكون الحوار جماعي. لأن أبسط حاجة النهاردة النادي الأهلي عمل رقم 41 مليون، إذا 10 مباريات تانيين يساوي 41 مليون، خلاص هنضمهم على بعض. كل نادي زي نادي الاتحاد السكندري لما يلعب مع مباراتين مع النادي الأهلي وياخد 4 مليون، ده بالنسبه له مكسب طبعا. طب ايه الرقم؟ يعني الرقم احنا وقفنا قدامه كتير، 41 مليون جنيه مقابل 11 مباراه، يعني المباراه واقفه بحوالي 5 مليون جنيه او 4.5. اول حاجه ده كلام غلط. هم مش 11 مباراه، هم اكتر من 11 مباراه. واحد، هم 9 مباريات بتوع الدوري، المباراتين بتوع افريقيا، والمباريات الوديه. عقد النادي الاهلي مع الشركه، وعقد النادي الاهلي مع الشركه الراعيه انها تقيم له على الاقل مباراتين دولي مع ناديين كبيرين في الانديه. في السنوات الماضيه شفناها مع انديه اسبانيه وما الى ذلك. واي دوره، وبيلعب دوره دوليه وديه في الاستعداد للدوري الممتاز زي ما حصل. اذا هتخش مش 11 ماتش، هتخش في 17 18 مباراه. ده جانب. الحاجه الثانيه، واخدين حق الكواليس في المباريات الافريقيه. انك انت عندك مباريات دور الثمانيه ودور ال 16 وال 32. ال 16 وال 32 هتاخد الماتشين اللي هنا، اللي بره هتاخدهم كواليس. فبالتالي ده رقم يمكن ان يكون مضاف. مباريات دور الثمانيه ما بتتذاعش، هتبقى واخد الكواليس، هتطلع الناس على الهوا، حتى لو الناس مش معاك على الماتش تقدر تعمل كل حاجه بعد المباراه، قبل النهائي والنهائي وما الى ذلك. الامر الاخر ان الرقم ده رقم ضخم، يبدو للناس انه ضخم، لكن وهو ضخم بالفعل. لكن يبقى السؤال، لماذا لم يفعل ذلك الكابتن حسن حمدي مع لجنه الانديه العام الماضي والسنوات الماضيه، طالما انه يقدر يجيب الرقم ده؟ جميل الكلام. علشان هو كان رئيس لجنه الانديه وكان موعود بده. هو في سؤالين مهمين جدا. لماذا لم يفعل ذلك في السنوات الماضيه وهو رئيس لجنه الانديه؟ وفي سؤال تاني، لماذا فعل ذلك بعدما خسر انتخابات رئاسه الانديه؟ في سؤال ثالث، لماذا منح هذه الشركه التي يعمل بها مستشارا حق البث؟ اشمعنى يعني؟ ايه، هو ما كانش فيه مزايده؟ كان فيه مزايده. امال ايه القصه؟ بغض النظر عن ايه القصه، بغض النظر عن لا 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 انا معلش ما تفوتش حاجه. ايه الضحكه دي؟ الضحكه دي باختصار ان الشركه المالكه للقنوات اللي هي فازت بالمناقصه قفلت قناه رياضيه بحكم انها بتخسر، وهي بتشتري الدوري كله ب 13 مليون، مش 9 مباريات ب 13 مليون. فانت قفلت قناه رياضيه
فيها اكبر نجمين في الاعلام الرياضي، كابتن مدحت شلبي وكابتن شوبير، ها في عشان قلت انك بتخسر وبتشتري ب 13 والنادي واحد بقى 13 الدوري كله السنه اللي فاتت، وعندك مدحت وعندك شوبير مع احترامنا ليهم يعني. وعندك قناه رياضيه فيها كوادر محترمه. تيجي انت السنه دي تقول لا انا هشتري للاهلي بس ب 41 مليون، اذا علامه استفهام كبيره. انت بتصفي حسابات؟ لا استغفر الله العظيم، حاشا لله ان انا اصفي حسابات. اول حاجه محمد بيه الامين اللي هو الملك للشركه راجل محترم جدا جدا جدا، والعلاقه معاه علاقه محترمه جدا، وبعد ما انتهت علاقه محترمه جدا. انا بحط الغاز، انت ازاي؟ يعني انت بتعمل ده ازاي؟ ايه الحسابات؟ العام الماضي كان في دوري وكان في دوله مستقره، كان في برلمان، كان في رئيس جمهوريه، كانت في دستور، كان في كل حاجه. انت جاي في 4 احداث رياضيه، في 4 احداث سياسيه مهم، استفتاء، انتخابات برلمانيه، انتخابات رئاسيه، ماشي. ودوري بدون جمهور حتى الان. اذا دوري صامت. اذا انت ازاي بتعمل ده وبتعمل ده؟ التعارض إيه ده. طب انت ايه تفسيرك؟ انت دلوقتي حطيت لغز قدامي او علامه استفهام. انا تفسيري انا الشخصي ابو المعاطي زكي بقى. تفسيري انا الشخصي. انا التلفزيون المصري والشركه التي اشترت حقوق النادي الاهلي سوف تبيع لقناتين على الاقل من القنوات العربيه المشفره، ليس من بينها الجزيره. اللي هي بي ان سبورت دلوقتي. ليس من بينها الجزيره. في محاولات. احنا سمعنا ابو ظبي، في ابو ظبي، في او اس ان. طيب يبقى احنا كده بنتكلم ان فعشان كده الرقم مش هيبقى كبير. الحاجه الثانيه في الاهلي في النهايه الجمهور بقى اللي هو عندنا في القريه وعند يعني الناس الطبيعيه البسيطه اللطيفه دي وهم بيسمعوك دلوقتي في الاهلي، في الاخر الاهلي احنا نتفرج على ماتش الاهلي فين؟ نتفرج على الماتش الاهلي على قناه الاهلي، المؤكد حتى الان على قناه الاهلي، على قناه الاهلي والتلفزيون المصري. والتلفزيون، طب التلفزيون دي ازاي؟ تدور مفاوضات الان مع التلفزيون المصري ان يحصل على البث الفضائي. البث الفضائي ده كلام من بق مسؤول في مجلس اداره النادي الاهلي امبارح ليا، مقابل انه يمنح الشاره للشركه، انه يمنح شرط البث للشركه. الكلام ده بيدور في الكواليس دلوقتي. الخلاف الاهلي ارضي، يقول له التلفزيون خد ارضي ويديني اشاره البث، ماشي. لا، التلفزيون هيوصل معاه الفضائي مقابل اشاره البث، يعني يبقى ما يبقاش في مقابل اشاره البث. ما فيش. طب لو الاهلي لو ما حصلش ده، هل بالفعل بيقال ان التلفزيون مش هيدي اشاره البث للنادي الاهلي؟ يقدر يعمل ده؟ يقدر طبعا، القانون يديله ده. القانون يديله ده. ليه الناحيه الثانيه بيقولوا غير كده؟ بيقولوا ليه دكتور عمرو عبد الحق قعد مكانك وقال لا، من حق النادي الاهلي انه يذيع المباريات، ومن حق النادي الاهلي انه ينتج المباريات، بص خلينا ومن حق النادي الاهلي انه يذيع في اي وقت. خلينا نقول ان معركه النادي الاهلي ومعركه البث هي جزء من معركه كبيره بين حلف طاهر ابو زيد وحلف اعداء طاهر ابو زيد. مين اعداء طاهر ابو زيد؟ كابتن حسن حمدي والنادي الاهلي، خالد زين واللجنه الاولمبيه، حسن مصطفى، دكتور حسن مصطفى ممثل اللجان الاولمبيه. دولت اعدائه. اعدائه طبعا. ومين حلفه؟ حلفه اللي هو الناس المقتنعه بان الدوله يجب ان يكون لها سياده. اول واحد في حلفه الوزير السابق العمري فاروق، هو بيتشاور معاه باستمرار. فعلا. انت عارف ده؟ العمري قال لي ده في مره على الهواء في اذاعه شباب الرياض. قال لك انه بيتكلم على طول مع الكابتن. قال لي ما ببخلش، يمكن عشان العلاقه القديمه ان قال لي ما ببخلش باي نصيحه. اصوات معارضه دايما لحسن حمدي كان ايام النادي الاهلي. هو عمر العمري فاروق ما كان صوت معارض للكابتن حسن حمدي، هو كان تحول الى صوت معارض للكابتن حسن حمدي حينما خرج من قائمه الكابتن حسن حمدي. لكن طول عمره ما كانش معارض. كان متباع وقتها بس اشتراه المهندس محمود طاهر والاستاذ ياسين منصور، ووقفوا وراه ونجحوه. طيب يعني انت كده بتقول ان هو والجمعيه العموميه كانت عارفه بدوره الايجابي في النادي، في ميكنه النادي وصندوق دور. بس ما فيش خلاف انا وانت دلوقتي ان العمري فاروق وازمته السنه اللي فاتت برضه مع النادي الاهلي ومع الكابتن حسن حمدي في قصه ال8 سنين، طبعا انت فاكرها، وخالد مرتجي والقصه الشهيره. هي 8 سنين دي مربط الفرس. هي مربط الفرس من اول حسن صقر، هي مربط الفرس. هي مربط الفرس. كل الناس بقى بتتجاهل ان هناك حكم من المحكمه الاداريه العليا باقرار ال8 سنوات، محدش بيجيب سيرتها. مظبوط. كله عمال يقول طب هنسال سؤال تاني، هي الدول العربيه مفتوحه ولا فيها 8 سنين؟ الدول العربيه كلها بالتعيين، وقليل جدا اللي فيه انتخاب. محدش اللي بيقول المساق الاولمبي ومش المساق الاولمبي. كل الهدف الان هو اقاله طاهر ابو زيد او اقصاء طاهر ابو زيد في التغيير الوزاري الذي سيتم بعد الاستفتاء. ده كلام مهم قوي. طبعا دي الحقيقه. ده طبعا راقب طاهر. ايوه طبعا. يعني على فكره طاهر مش هيمشي. لان طاهر يقوم بدور سياسي محترم للدوله
وفاهم واجباته السياسيه. هو بيغلب مصلحه الدوله على المصلحه الشخصيه لبعض الافراد، ولا ما هو واحد تاني ممكن يقول لك ايه برضو من اللي مش متعاطفين مع كابتن طاهر، يقول لك ايه كابتن طاهر ابو زيد بقى وزير وبيصفي حسابات قديمه مع الكابتن حسن حمدي. هو خطا الكابتن طاهر، انا اقول اللي ليا واللي عليا والطرفين. خطا الكابتن طاهر ان هو طلع على الهوا وانتقد مجلس الكابتن حسن حمدي، او قال ان في مخالفات، وقال ان في مخالفات، والاستاذه لميس وقتها قالت له طب ما انت كنت في المجلس ده. وخطا الكابتن طاهر انه بجواره 2 من المستشارين لا يفقهون شيئا في الرياضه ولا نفسيات الرياضيين ولا معنوياتهم. مين هم؟ وجهه نظري انا الشخصيه يعني الاستاذ باسل عادل والاستاذ مجدي. استاذ مجدي مين؟ اللي هو المستشار الاعلامي استاذ مجدي كامل. لا يفقهوا شيء في الرياضه؟ طبعا. مجدي كامل ما يفقهش شيء في الرياضه؟ لا طبعا. ايه علاقته بالرياضه؟ مش مجدي كامل بتاع جول اف ام زمان؟ ده زميلنا الصحفي. طيب مش راجل مش ده لا مش مجدي كامل بتاع جول اف ام. لا ده راجل لا ده زميل صحفي. ما يعرفوش حاجه في الرياضه. ما يعرفوش حاجه في الرياضه، بدليل ان هو يجي يقول لك ايه؟ ان اللجنه الاولمبيه الدوليه غيرت الاتفاق اللي احنا عملناه. مين قال لك؟ هو انت قاعد في مصطبه؟ ده في حاجات متسجله ما ينفعش تتغير. يعني خالد زين انتصر في الجوله دي مع طاهر ابو زيد؟ لا مش هينتصر. خالد زين بيحاول. خالد زين على فكره ما كانش ناوي يخش عداء، لكن اجبر ان هو يخش عداء لما دخل عليه الاستاذ باسل عادل وقال له اللي بتقوله اكاذيب. بالك هو ما كانش ناوي عادي، وكان ناوي يقعد على ترابيزه ويحل. انت قصدك في لما حصل ده الملاسنه دي حصلت في احدى البرامج في احد البرامج من ساعتها والموضوع، لكن هو ما كانش ناوي يخش في عداء الاستاذ خالد زين، كان ناوي يقعدوا على ترابيزه ويحل. وهتوصل للحل على ترابيزه، بس هيجي لهم واحد كبير يقول لهم عيب يا اولاد اتلموا واقعدوا شوفوا مصلحه البلد ومصلحه الهيئات الرياضيه. واحد كبير يقول لوزير يقول له اتلموا؟ لا مش لوزير. امال ايه؟ للكل. طب وهيقول لرئيس اللجنه الاولمبيه المصريه اتلموا؟ عيب. لا صعبه شويه يعني. عيب، اصل اللي بيعملوه ده عيب. انت متخيل ان لا اللفظ كان قاسي يعني. لا يعني اتلموا يعني ايه؟ مش معناها انها شتيمه. اصل يعني ممكن هم يعني لا مش معناها ليهم يعني لا هم قيمه اخلاقيه يعني كبيره يعني. يعني اصل لكن اللي بيحصل ده اول حاجه محاوله تشويه الدكتور حسن مصطفى بقضيه تافهه من 15 سنه. عيب. التطاول على رئيس اللجنه الاولمبيه عيب. مين اللي بيعمل ده؟ وزاره الرياضه. كابتن طاهر يعني؟ لا مش كابتن طاهر. الله. هو انا النهارده لما احب اكلم شعب مصر هكلم مين؟ لما احب اكلم وزاره الرياضه اكلم مين؟ ما انا اكلم الكابتن طاهر. اقول لك انا على حاجه. اسوأ شيء في الوزارات ان الوزير بيتغير والمطبخ زي ما هو، ما بيتغيرش مع العفش. الوزير ما بياخدوش وهو ماشي، سايب المطبخ. بيشتغلوا بالافكار القديمه. طب ندور له على حاجه تشوهه. فانت بتدور على حسن مصطفى على حاجه من 15 سنه. ده مين اللي بيدور؟ هو لو ما كانش الكابتن طاهر موافق على ده ما يطلعش. ما هو برضه عيب، حتى لو هو موافق يبقى عيب. عيب من مين؟ من اللي عامل كده. اللي هو يعني الكابتن طاهر ولا مين؟ انت ليه انت مش الوزاره الهيئه. لا يعني مش عايز يعني يعني عايز اقول اللي هو المحيطين بالكابتن. الفكره نفسها عيب. عيب ان هم يشوهوا كابتن حسن مصطفى. عيب ان انا ادور لحد عشان اشوهه بحاجه من 15 سنه. هنا اتحفظت. هو هنا كان ليه رد فعل الكابتن حسن مصطفى؟ واتحفظت هناك في اللجنه الاولمبيه الدوليه. يعني المحامي النائب العام السيسي ده المحور اللي بيعادي طاهر ابو زيد، كابتن طاهر ابو زيد. هو برضه حسن مصطفى جه بسبب القضيه دي. يعني حسن مصطفى كان كافي خير وشر. كان قاعد بره على طول. كان قاعد بره على طول. يعني عاوز اقول ايه؟ ان مستشار الكابتن طاهر ابو زيد ساهموا في زياده اعدائه. طيب. بعدم ادائهم الجيد. موقف كابتن حسن حمدي من كابتن طاهر ابو زيد اعرفه منك بعد الفصل. بعد الفصل.